السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. معانا النهاردة غدا سهل وبسيط وشعبي وكل بيت بيعمله. مش لازم كل يوم لحوم وفراخ ولا اسماك. تغيير النهاردة كده حبيت اعمل معاكم واشارككم. يعني الغدا بتاعنا هو سهل وبسيط جدا شعبي. ومفيش حاجة، مش هقولك رخيص، لا دلوقتي مفيش حاجة رخيصة. هنعمل مع بعض وصفتين، حاجة كده بسيطة يعني على الماشي. قلنا تغيير كده بدل ما يعني الواحد ما يزهق من كل يوم. الواحد هتحتار هاكل ايه، هنتغدى ايه، هنتعشى ايه، هنفطر ايه، حيرة كل بيت. فقلنا نغير كده ونعمل مع بعض الوصفتين اللي احنا هنعملهم دلوقتي. بقول لكم حطيت طاسة، حطيت فيها معلقة زبدة، وحطيت حبة عليهم حبة زيت عشان يعني عشان الزبدة ما يتحرقش. وهننزل عليهم بشفشق طماطم وهنسيبهم يتسبكوا مع نفسهم. حابة تضربي الطماطم في الخلاط اضربيها، حابة تعمليها بالمبشرة وتبقى تخينة براحتك، يعني على حسب ما انتي ايه هتحبيها يعني. بس انا ضربتها كده في الخلاط. هحط لها حبة ملح واسيبها تتسبك مع نفسها على النار. ونعمل بقى على ما هي تتسبك نعمل بقى جنبيها الوصفة التانية. طبعا انتوا لسه ما عرفتوش احنا هنعمل ايه، تابعوا معانا الفيديو للاخر ونشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. وصفتين اسهل من بعض. نيجي بقى للوصفة التانية. نجيب حلة كده ونحطها على النار فيها مية بتغلي. اول ما المية هتغلي هنزل فيها بايه، باربع بطاطسات كده يعني. البطاطس النهاردة الكيلو ب9 جنيه، والطماطم النهاردة الكيلو ب5 عندنا، يعني اسعار ما اقولكوش. وهننزل بقى ببيضتين ونسيبهم يغلوا مع بعض لحد ما يستووا، وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. ونحط لهم حبة ملح ونسيبهم ايه يغلوا على النار مع بعض. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة وتشيروا الفيديوهات في كل مكان عشان عيلتنا تكبر. هنا بقى البطاطس كانت هنشوفها بقى استوت ولا لا. هاي شكلها استوت الحمد لله. فهنقفل عليها ونشوف هنعمل ايه. والطماطم برضه هي كانت لسه بتتسبك، انا كنت مهديه عليها النار اهي. اهي اتسبكت. طبعا انا حابب مش بعمل كميات كبيرة يعني، علشان احنا برضو زي ما قلت لكم احنا لسه عيله صغيرة يعني وابني طبعا مش كل الاطفال عامة، يعني مش ابني بس، الاطفال عامة مش كل الاكل بتحبه. الاطفال عايزة اكل معين، فمش كل الاكل بتحبه يعني، فبعمل له برضو اكل جنبه يعني. بقى هنجيب الطاجن ونسيبه يسخن على النار. نكون احنا بقى ايه قشرنا البيض وقشرنا البطاطس. لكن دلوقتي اكيد طبعا عرفتوا احنا هنعمل ايه، واللي ما عرفتش تكمل بقى الفيديو لحد ما تشوف. هنقشر بقى البطاطس ونرجع لكم تاني. حبايبي تفكروا ان يعني الاكلة دي علشان هي شعبية رخيصة؟ لا مش رخيصة. انت دلوقتي احنا هنستخدم مثلا 5 بيضات. ال5 بيضات دلوقتي بكام؟ ب15 جنيه. هتستخدمي مثلا نص كيلو بطاطس، نص كيلو بطاطس ب4 جنيه. نص كيلو طماطم ب2 جنيه او 2 ونص. يعني هتلاقيها بتكلف. انت لو انتوا عيلة كبيرة فلا هتكلف معاكي يعني. حتى الاكل الشعبي دلوقتي ايه بيكلف، ما بقتش في حاجة رخيصة. بعد ما قشرنا بقى البطاطس هنجيب بقى الهراسة ونهرسهم. نهرسهم كويس. دلوقتي كده عرفت هتعمل ايه، بطاطس مهروسة بالبيض، يعني حاجة تحفة. انا الاكلة دي ما بعملهاش كتير بصراحة عشان يعني ما اكدبش عليكم، فايه كل فين وفين بعملها يعني. طبعا انا قسمت البطاطس 2 لان انا ابني طبعا زي ما قلت لكم الاطفال مش بياكلوا الاكل يعني اغلب الاكل لا ما بياكلوهوش. فانا هحمر له البطاطس دي. فكرة الكمية برضو مش اللي هي قليلة يعني، لا والله ده احنا اكلت انا منها انا وجوزي، وكمان بقي يعني بقي منها تاني. فالحمد لله يعني كل ما تحمدي ربنا وتسمي الله هتلاقي حتى لو حاجة قليلة هتلاقيها كتيرة. والحمد لله والله يعني أكلنا منه وكمان زاد منه تاني.
اهو بعد ما هرسنا برضو البيض، هنا بقى نحط معلقة زبدة وعلى برضو حبة زيت، برضو عشان الزبدة ما تتحرقش. هنسيبها تسخن يعني تسيح شوية كده، وبعدين هننزل عليها بالبطاطس. هننزل بالبطاطس ونديها تقلبتين كده بس تتشوح شوية يعني مع السمنة، وبعدين هننزل عليها بالبيض. وكلي بقى احلى طبق بطاطس، حاجة كده يعني تحفة. واسمه برضو تغيير، غيرتي بقى. نحط له بقى حبة كمون وتظبطي الملح، وبالهنا والشفا. يلا بقى انزلوا حطوا اللايك يلا، وشيروا الفيديوهات في كل مكان بقى، عشان عيلتنا تكبر بقى ونكبر، والقناة تكبر بيكم بفضلكم وبعد ربنا. وكده هيكون اول طبق معانا ايه خلص، بعد ما ظبطنا الملح وظبطنا كل حاجة اهو زي الفل. نيجي بقى للوصفة التانية. الطماطم هي كانت اتسبكت، نجيب بقى معانا هنا 3 بيضات، هنطقش البيض. دلوقتي عرفت برضو هنعمل ايه، هنعمل شكشوكة او هنعمل بيض على طماطم على حسب ما ايه ما بتسموها يعني ببلدكم. حبة فلفل وحبة ملح، وهنضربهم مع بعض وننزل عليهم على الطماطم يعني. وبرضو كلوا احلى شكشوكة. من الاكلات دي يعني بعملها بس بصراحة يعني عشان ما اكدبش عليكم كل فترة يعني، انا مش على طول بعملها، بس النهاردة قلت تغيير واشارككم يومي برضو. مش لازم يعني يكون الاكل يعني فيه لحوم ولا فراخ عشان اشارككم، لا انا قلت برضو اشارككم حتى لو يوم بسيط وشعبي، اشارككم برضو. وهنسيب البيض لحد ما يستوي ونظبط الملح بتاعه، وبالهنا والشفا. وده كان غدانا النهاردة البسيط. طلعنا بقى حبة لفت، وده كانت عندي حبة مرتة او سلاية زي ما بتسموها، فطلعتها بس كان سبتها على النار يعني اتحرقت مني شوية. وانا زي ما قلت لكم بحمر البطاطس. ويا رب تكون سفرتنا عجبتكم. هي سفرة سهلة وبسيطة، مش محتاجة وقت منك. اهو بعد ما البطاطس اتحمرت هنزل عليها بالتوابل دي. التوابل دي طعمها تحفة برضو، جربيها. توابل البطاطس دي بتخلي البطاطس طعمها وهم. انا جايبه الكيس ب2 جنيه. يا رب يكون غدانا النهارده البسيط ده عجبكم. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة